وائل غنيم اتجنن يا جدعان، لا مش بهزر معاك، انا بكلمك بجد. فاتح انستجرام بالصدفه واكتشفت ان قائد ثوره 25 يناير فاتح لايف. قلت اما ادخل اشوف بيقول ايه، والحمد لله كان بدايه القصيده كفر. جايب عدة المخدرات بتاعته وقاعد بيرول عشان يعرف يفوق للكلام، وكل ما يحس انه هيغمى عليه يقوم يعمل اي حاجة ويرجع تاني يشرب في مخدرات. طب اقنعني ازاي، وايه السبب اللي خلاه كده وحابب نفسه بالوضع ده؟ طب منين بتقول ملاك ومنين بتقول شيطان؟ هيطلع واحد محنك يقول لي دي حرية يا معلم. هقول لك لا، في الحالات دي ما بتتحسبش كده يا صاحبي. يا اسطى ما بتحسبش كده. بعيد عن ان قانون بلدك صنف الاشياء دي على انها ممنوعات، وفي كتاب الله بيقول ان اي شيء يذهب العقل فهو حرام، مع احترامي لكل اللي قلته. بس بما انك واحد كل ما تطلع لايف تقول انا عملت الثوره وانا رئيس منكم وكنت بالمفروض ابقى مكان ده ومكان ده ومكان ده، المفروض تكون قائد ما تفتحش عقول الشباب الجديد على حاجه زي دي، واكيد في بعض الاشخاص شايفينك قدوه. فاحب اقول لك ان